صافي مستمعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم في الوصفه تاع لامونه تاع المحلات ولا تاع زمان. وصفه بزاف سهله واقتصاديه وتقليديه، يعني الوصفه التقليديه الاصليه. شوفوا تجي بزاف شابه وخفيفه وريحتها تشهي وتجي مشقه ما شاء الله. نروحوا نشوفوا وصفتنا لنهار اليوم بدون اطاله، وقبل ما ندخلوا لازم نوري لكم لامونه تاعنا كيفاش خرجت. ما نحكي لكمش على الريحه، ريحه الماء زهر وريحه الليمون ولافاني روعه. نبداو في الوصفه تاعنا. بسم الله. نحتاجو فيها كيلو تاع الفرينه، عندنا الماء زهر والفاني، عندنا كاس تاع لاتاي تاع الزيت تقريبا 70 غرام حتى ل 80 غرام، عندي 12 غرام تاع الخميره، زوج مغارف كبار، وعندي زوج حبات تاع البيض، وعندي 260 تاع السكر معاها مبشور تاع الليمون. مبشور تاع الليمون غادي نخدموه هنا مليح مع السكر، نخدمو هكا باش يعطينا هذوك لوغو تاعها، ما نديروش مباشره مع الفرينه هكا، ما غاديش كاع يعطينا البنه تاع السيترون، ما يعطيناش هذيك النكهه الشابه اللي نلقاوها في لامون. دوك لهنا هذاك السكر نروح نديرو لهنا حفره، ونديرو السكر تاعنا بعد ما خرجنا نكهه الليمون، ونزيدو هنا باكي تاع خميره الحلوى حتى الباكي ونص. لهنا عندي مغرفه كبيره تاع اللافاني، يعني نديرو كاع النواشف مع بعض. ولا هنا نضيف الخميره تاعي تاع الخبز، ونبدا نخدم في النواشف تاعي يتخلطوا لي مليح. هنا غادي نديرو قرصه تاع الملح، شويه تاع الملح ما تكتروش، قرصه تاع الملح هكا. شوفوا شويه رشه تاع الملح. دوك لهنا نديرو هادو زوج حبات تاع البيض، نزيدو معاهم كاس تاع لاتاي تاع الزيت، ونلمو بالماء والماء زهر. لامونه ما فيهاش الحليب، لامونه ما فيهاش الحليب، لامونه الاصليه ما فيهاش الحليب، هذاك يتعد بغيوش. لهنا نلمو بالماء زهر والماء بالماء زهر حتى نحصلوا على عجينه تكون ناشفه شويه، ما تكونش طريه كما البغيوش، تكون شاده روحها. ما تجروهاش باش تعطيكم هذيك لا فورم تطلع لكم وطيب لكم كما تعلي شوفوها في المحلات. غير هكا، غير بالعقل بالعقل حتى اللي نلمو. دوك هنا درت الماء زهر، دوك نبدا نلم بالماء، ماشي مشروط تدفو، رانا في فصل حامي. عفوا البسينه هنا شويه صغيره، يعني غادي نسيلم. دوك هي بعد ما دلكتها واحد 10 دقائق نجيب لو بول تاعي اللي كنت ديجا رونت فيه، ونعاود نحطو لهنا، نخليها يتضاعف في الحجم تاعها، ونجي نعاود نكملو وصفتنا مع بعض. دوك لهنا بعد ما تختم العجينه تاعنا نرشو شويه تاع الفرينه، ومن بعد نجيبو العجينه نحطوها لهنا في البلون طرافاي. شوفوا راهي خامره مريحه. نبداو نوزنو، نوزنوهم بوزن 90 غرام، ولا تبغوا ما عندكمش ميزان عندكم هي ميزانكم، ديروا الحبه تاعكم تكون متوسطه. 90 غرام هذيك هي الحبه تاعنا، ما تجيش نسواسوه. نتوما تبغوا ديروها 90، تبغوا ديروها 80، تبغوا ديروها 60، تبغوا نتوما على حسب الحاجه تاعكم، تبغوا ديروها حتى ل 100 ولا 150.
انا نبغي لامونه الحبه تاعها تكون كبيره، درتها 140. شوفوا هاد العمليه هكا غادي تخلينا لامونه تاعنا تطلع لنا للفوق، ما تجيناش مهوده. نكونوا وجدنا البلا تاعنا ندهنوه بشويه تاع الزيت ونديروا له شويه تاع الفرينه، نحطوا لامونه تاعنا تخمر في هذاك لو بلا. كيما هكا نجيب ان بلا ندهنه بشويه تاع الزيت، ندير له شويه تاع الفرينه ونبدا نحط فيه لامونه تاعنا كيما هكا. غادي نشكلهم كاع ونجو ندهنوهم بالبيض باش نخليهم يختمروا وندخلوهم في الفوغ يطيبوا. دوك لهنا نجيب الحبه تاع البيض ونبدا ندورك في الحبه تاع لامونه تاعنا هكا، نخليهم يختمروا 45 دقيقه وندخلوهم في الفوغ على 250 درجه يطيبوا لنا. ونشوفوا لامونه تاعنا في اخر الفيديو ان شاء الله. لهنا نجيو نديروا لها التزيين تاعها التقليدي. غادي نخليها تختمر 45 دقيقه ونروح ندخلها في الفوغ طيب. لهنا تبغوا ترشوا لها السكر، تبغوا تخلوها هكا. متابعيني الكرام، وصلنا لنهايه الفيديو. ما بقى لي نقول لكم ان شاء الله جربوها وتنجحوا فيها باذن الله. نتلاقاو في فيديو جديد بصحه وعافيه، طاقه ايجابيه باذن الله. سلام.